أنا أثبت على اللي اتعلمته من ربي يسوع، اتسلمته عقيدة طقس أبائيات، أجمل إحساس فيكي عشته. أنا ثابت مهما اتألمت، مش هضعف لو مهما واجهت. وماري مرقص والبابا أثناسيوس أبطال منهم أنا اتعلمت. بس موصوف على الآخر إني ممكن أروح القداس وهتناول وأرجع ألاقي بيتي نظيف ومتوضى. إيه ده؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ ده البنت وهي داخلة بتقولي داخلة على 12 يوم. ألحق أنام لي ساعتين وأروح القداس فايقة وأتناول بكرة. يا رب كل عناني ما تشوفينيش. هو شوفيني يا بنت بطلي أكل، هتتخانقي بطلي أكل بالليل. أنا بعرف انت عامله هتدخل معايا عليه. هاتي يلا معايا عليه. أنا لسه سامعة صوته. ولا حاجة، أنا لسه سامعة صوته حالا. لو ما أشوفه هموت، هضرب على راسه وهموت. أنفار أيوة مخدمتني سنة. يا بنت صح يا بنت الوقت يا بنت. ايه يا ماما بس يا ماما معانا لسه هو عارفه هتقولي ايه؟ بطلي اكل هتتخانقي، بطلي اكل في البيت. أكل إيه يا موجوعة؟ أنت ناسية الساعة كام دلوقتي؟ مش بكرة في قداس وتناول؟ قداس يا ماما، انا ما عندكش يا ماما، يا عم مش قداس انا. إيه ده؟ إيه ده؟ وين الأكل ده كمان؟ أنا ما عملتوش امبارح ده. استني بس هقول لك يا ماما. نسيتي تقولي إيه؟ اصل خالتي هنيه. مين؟ خالتي هنيه. بتقولي مين؟ خالتي هنيه. كان اخلص من البطاطس اللي انا حلوه قوي، ولقيت انا كنت لغايه اخر الشقه. قلت لها سيبي لي دواء بس تعالى يا ماما. هنية العبرة اللي بنتكلم حسن أكتر من سنة، ده ولا بناخد ولا بندي منها. إيه ده؟ خدت منها إزاي دي؟ يا فتحي عليم يا رجال يا كريم. في إيه؟ حصل إيه؟ جرى إيه يا بنت انتوا هنا؟ إيه؟ انتوا مش ملاحظين إن إحنا في نص الليل؟ وصوتكوا جاي من آخر الشارع. في يا ماهر قول مالك يا بنتي مطلعة الصوت يا ريت. باكل يا بابا، جعانه. يا رب يا رب، هو الواحد ما يعرفش يرتاح فهو يمكن ده شوية. في يا بنتي مالك؟ باكل يا بابا، جعانه ما تفعلش في قلبي يا بابا. مالك يا ولية؟ في ايه اللي حصل؟ تعالى شوف يا اخوي، بنتك جت خدت اكل من هنية العذراء اللي احنا ما بنكلمهاش لنا سنة ولا بناخد منها ولا بنديها. جرى يا وليه البنت جعانه وبتاكل، عملت ايه يعني؟ ايه اللي جرى في الدنيا يعني؟ هنية مين واكل ايه دلوقتي؟ وريني يا بنت الاكل كده اللي انت بتاكليه ده ايه ده؟ هقول لك انا مش هقول لك دلوقتي، كل ما هرجعني ماشي. ايه اللي حصل يا وليه في ايه؟ انت ناسي يا راجل ان بكره في القداس والتناول والساعة عدت 12 اهو. قداس وتناول؟ لا يا اختي خايفه عن قداس وتناول. يا اختي ده الكنيسه اللي جنبنا بيكسروا الخبز بالليل كده يبقوا صايمين. صح يا بابا، ده انا حضرت امبارح اجتماع يا بابا. ايه مش عايزه اقول لك سقف بقى ورقص ايه. لا تعالى خلينا معايا بقى مره كده يا بابا مع بعضين. انت اللي هتقولي لي يا بنت انا عارف. طب يلا يلا غوروا ابقوا اتخانقوا الصبح اتخانقوا الصبح. وريني يا بنت كده انت بتاكلي يا بنت وريني. الله الله يا سلام على هنيتك وما فاتني هنيتك.
لا 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 لا، انا مش هسامحها ابدا ابدا. لا لا مش هسامحها. ايه يا ماما؟ مالك يا ماما في ايه؟ بتعملي نفسك كده ليه؟ سيبيني في اللي انا فيه، سيبيني. الباب بيخبط يا ماما، شوفي مين بيخبط. حبيبتي عاملة ايه؟ زي ماما. مالك يا خالتي زعلانة ليه؟ اسكتي يا جسوني، انا اقول لك ان الخصمة جارتي تقول ما تتناوليش، وبعدين وانا كان نفسي اتناول واروح لغاية ارغب في الصف وارجع تاني وما اتناولش. ينفع كده يا جسوني؟ وبعدين اعمل ايه يعني؟ ما انا قلتلك تعالي معايا نروح نسقف شوية، بلا صوم بلا تعقيد. عموما انا كمان ساعة رايحة احضر الاجتماع في الكنيسة التانية، ما تيجي معايا بس انت برضه مش بره. استدعي انت رايحة، انا كنت جاية افكركم نقف في العزا. وبعدين ما تزعليش يا خالتي، انا قلت لك تنام بس انت اللي ما رضيتيش. حبيت افهمك ان الآية بتقول ايه؟ لو قدمت قربانك الى المذبح وتفكرت هناك شيئا لاخيك اترك هناك قربانك قدام اخيك واذهب اولا تصطلح مع اخيك. يعني ايه؟ يعني ربنا بيطلب منا السلام والمحبه. وبعدين انت ما رضيتيش تتناولي ليه؟ عشان جواكي محبه وده ضيف صاحي وحسيتي باهميه سر المباح. سري ايه يا تصوني؟ وبعدين هي العذراء إله عشان نعمل لها نهضة؟ هي خلاص خلصت عملت اللي عليها خلاص. لا ده انت عايزه بقى قاعده ونتكلم شويه. تقدري لها انت فتحيه. عايزه افهمك انا شايفاكي كده يا حبيبتي تفكيرك راح للناس التاني. انا عايزه افهمك ان احنا مستلمين ايماننا في الكتاب المقدس، المجامع والرسل وغيره وغيره. الرسل ضحوا بدمائهم عشان الايمان المستقيم اسمه التسليم الرسولي، زي البابا اثناسيوس اللي وقف قدام البدع وحططها. وبعدين انا شايفاكي كده متأثرة بتلاميذهم وبلبس العالم وانت جميلة، محتاجة بس تفكري شوية وتفهمي انت عايزة ايه وتصلي ازاي وتنيجي. وبعدين فاكرة وانت صغيرة لما كنت بتروحي مدارس الأحد اتعلمتي تعليم مهم، اثبتي على تعليمك واحفظيه. وبعدين يا تصوني هي ما الناس كلها بتلبس كده وبتعمل كده، دي موضة والتنانين دي فرح. ده حتى داوود النبي كان بيرقص قدام تابوت العهد. والسر والخبز ده مش محتاج تاني. والمعمودية هي شوية مية بس كده بيرشوهم، وخلي بالك بيستنوا بس لما يكبر بعد كده يقف. الجواز شوية تلاميذ وخلاص كده واتجوزوا. لا يا بنتي، انا مش معاك واثق اللي بتقول عليه ده. كفايه لما بروح كنيسه القبطيه بشم فيها الروحانيه والسر المقدس. الجواز سر مقدس والكهنوت ليه قدسيته يا بنتي، وكمان المعموديه من اسرار كنيستنا الجميله. عارفه يا تصوني والتناول كان كلامك بيرن في وداني واوصل الصف وخلاص هتناول. كلامك شاف وداني رجعت تاني يا تصوني ومعرفتش اتناول. والعذراء من النور ده حبيبتنا كلنا. مفيش الا انت يا بنت اللي مغلبانا على مسؤوليه الرقص. تروحي كنيسه من هنا تيجي تعملي لي حفله رقص ورقص. منك انت يا بنتي. برافو عليكي يا خالتي فتحية، انت قلتي حاجات كتير عن التسليم والايمان المستقيم. ايه؟ يا ترى بقى حصلت خالتي هدية؟ بتقول ايه؟ صالحانية العذراء بقى؟ ده ابدا ما صالحاش واصل. يبقى بقى ما تقدريش توعدي فيا وتقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا بعيش زي ما انت عايزه زي ما انت عايزه. خلاص انا سايبها لكم وماشيه. برافو عليكي.
انا مبسوطه منك والله. انت فاهماني بتقولي كنيسه ثانيه وانت بتروحي تصليها، بتحاولي تفهميها انك تطيري منها. للاسف يا رسول ماما جواها صراع كبير قوي بين انها تصالح عشان الناس وبين الكل اللي جواها. ما كنتش عارفه اعمل ايه. تخيلي يا رسول انت عارفه حتى الكنيسه كانت عايزه تغيرها عشان خاطر تبقى ضميرها يبقى راضي على الصنم. ما كانش قدامي غير ما كانش قدامي غير ان انا اعمل كده، ان انا افهمها ان انا بتغير في الاسوء. ما كنتش عارفه اعمل ايه، مش لاقيه حل. حتى الجيران كلها، كل الجيران بقت مخصصه ما بتكلمش حد خالص. حتى الخالده هنيه حاولت تصالحها كتير ما قدرتش، رفضت الصلح. انا تعبت يا دكتور، ما بقتش عارفه اعمل ايه. تعبت. طب قومي يا حبيبتي، مش قدامنا غير الصلاة. طب أنا بقول لك إيه رأيك تيجي من الكنيسة نصلي بقى؟ انا تعبانه خالص، تعبانه. سلامتك يا ماما، مالك يا ماما، في إيه؟ ألف سلام عليكي. تعبانه يا بنتي، تعبانه قوي. سلامتك يا ماما. وانت يا حبيبتي تعبت كتير معايا. بتروحي المدرسة وتوضبي البيت وتكنس وتمسح وتعمل الأكل. ما تقوليش كده يا ماما، تعالي بالراحة. لو ما عملتش كده أعمل لمين؟ هشوف الوقت اللي ازيك يا خالتي هنيه؟ ازيك يا مريم، عاملة ايه؟ الحمد لله. امك عاملة ايه؟ طمنيني عليك. الحمد لله كويسة. انا مش عارفة اشكرك على ايه ولا ايه، على كل اللي انت عملتيه. طمنتيني عليك الحمد لله. تشكريني على ايه يا مريم؟ انت بنتي يا مريم، انت بنتي يا مريم وهي اختي. الكتاب المقدس بيقول المحبة تحتمل كل شيء، وما كنتش انا هستحملها. مين يا بنتي اللي يستحملها؟ وانا جايه النهارده ومهما تعمل فيا انا لازم استحملها، واي حاجه تعملها انا مسامحاها. يا مريم يلا يا بنتي، اصل شكلها كده. يا مريم يا بنتي. ايوه يا ماما، اكيد كده. خالتي هنيه يا ماما. هنيه العذراء. انت عملتي يا ماما؟ انت يا ماما انت تعبانه مش قادره تتكلمي. حتى هنيه يا ماما مش عارفه ولا حاجه، انت بس مش عارفه اي حاجه. ده اول ما عرفت ظروف مدرستي كانت بتيجي وتكنس وتطبخ، كانت بتعمل كل حاجه وانت مش بتشوفيها عشان ما رضيش تخليني اقول لك على اي حاجه. حتى هي بتحبك يا ماما. ارجوك يا ماما، ارجوك يا ماما، انت النظام اللي بينكم ده خلي الصلح يا ماما يا سومي، هنيه العذراء. هنيه العذراء. سامحيني يا أختي، سامحيني يا حبيبتي. باختصار انتي اختي وحبيبتي، ومهما تعملي فيا انا سامحاكي. بس لما عرفت انك هتسيبك نفسك ما تتناوليش وعايزه تروحي كنيسه تانيه، قلت لا، لازم اروح النهارده واصفي كل اللي بينا عشان كنيستنا ما تنساش. كنيستنا اللي اتربينا عليها واتأسسنا فيها وكبرنا وعلمتنا الإيمان الصحيح، علمتنا المحبة. ما تنساش. وانا جايه النهارده وبقول لك ان كنت غلطت فيكي سامحيني، وحقك عليا. انت اللي سامحيني. من رب يسوع اتسلمته، عقيدة طقس أبائيات، أجمل إحساس فيك عشته، أنا ثابت مهما اتألمت، مش هضعف لو مهما واجهت. وماري مرقص والبابا أثناسيوس أبطال منهم أنا اتعلمت.
هي منورة هي السلام عليكم. ثقة ربنا والصلاة الحمد لله. بس انا نشكر ربنا. بنت يا معلم يا بابا وده اللي كان موجود. هو في حد هنا استنى شم ريحه البطاطس اللي كلناها مع بعض. ايوه يا بابا اسكت يا بابا. مش خدت هديه وماما تصلوا؟ مش واثقه في تمثيل ابوكي ولا ايه؟ طبعا مش احنا عرفنا نظبطها سوا. ايه رايك يا حبيبتي في اللي عملناه معاكي انا وبنتك؟ حتى انت يا راجل كنت عارف. معلش طبعا يا حبيبتي. هو انا ليا غيرك؟ اهم حاجه في الدنيا دي انت وبنتنا وبنتنا. هنيجي مين بس وبتاع ايه اللي هنوجع بينا ونخلي بيتنا في الصعب؟ طب واحده ست هنيجي. أنا صبرت ويا مبنية بدمك نستي محمية عدى عليها كتير أشرار لكنها دايما قوية اتمستي أنا فرحان بيكي بلاقي الحب كتير فيكي أنا الأقصد وتعامليني عصر شهادتنا وأجدادنا فخور بيك كتير يا كنيستي وفرحان بجمال عقيدتنا. أنا إيماني بك يا إلهي إنك فرحي وعزي وجاهي وفي بيتك بسمع صوتك وبشوف صورتك بنور كل اللاعبين وصلني اليوم عمل حاجة اسمهم كلهم يعني وصلني هاي خبرة خاصة عشان كان الدور بتاعها حضروا امبارح النهارده الصبح حاضر يعني جبارة ان هي تعمل دور كده في هوا يعني كان حد واخد الدور وبعد كده حصل له دور يعني زي بعض. تعيشوا تعملوا ربنا يبارك فيكم وتستخدموا بس كل سنة. كل واحد لوحده. حلو خالص شفتوا بقى الرسالة بتاعت الناس؟ بصي يا حبايبي